كبير. نادي النصر يعني وجماهير نادي النصر الجماهير ذواقة، الكل يسعى إلى إسعادها، فبالتالي يعني من حق مشروع لي أني وأنا خصوصا أني تشرفت أني أحمل عضوية نادي النصر، أني على الأقل اللي أقدر أقدمه لنادي النصر أني أقدر أقدمه. طيب الكابتن ماجد عبد الله، تكريم الكابتن ماجد عبد الله، ايش تعليقك في هذا الموضوع؟ أول شيء الموضوع هذا كان في برنامج كل الرياضة مع الزميل أحمد المصيبية، وحقيقة هو اللي طرح الفكرة، وقلت بالعكس أنا يسعدني بعد موافقة وقت الأمير عبد الرحمن مسعود الله يرحمه رئيس نادي النصر إني أنا مستعد أتكفل باعتزال ماجد عبد الله. وأيضا كنت حريص جدا، كانت في لجنة مشكلة لاعتزال ماجد عبد الله من برئاسة الأمير فيصل عبد الرحمن، قلت لهم أنا في الأمور المادية فقط، أما مسألة مفاوضة اللاعب أو مفاوضة النادي أو مفاوضة هذه تكون من قبل اللجنة. واجتمعت مع ماجد عبد الله وبلغت الكلام هذا ماجد عبد الله، قلت له يا ماجد أنتم اختاروا الفريق وبلغوني في الفريق اللي كذا. بلغني ماجد إنه في اتفقوا مع والله يعتقد نادي برشلونة الأسباني، كان وقتها بحوالي 700,000 دولار أو نحو. قلت له أنا جاهز. فبعدين صار في اختلاف في عملية النادي انه ما حيجوا بكامل نجومهم او شيء من هذا القبيل، فصارت العملية انها هذا طبعا بحكم كذا. بعدين انا سافرت وهذا مشاغل ما صار فيه الاتصال. فطلبت وقلت لهم انا يعني، وحتى كلمت الكابتن ماجد وقلت يا كابتن ماجد احنا الان انا عندي تكريم لنادي الاتحاد، انا ما اسميه، انا ابغى حقيقة فكرة اعتزال، كلمة اعتزال انا ما احبها. فقلت انا في تكريم الان لنادي الاتحاد حسويه، حيجي فريق عالمي حيلعب نادي الاتحاد بمناسبة تحقيق نادي الاتحاد لكاس اسيا مرتين متتالية، حصوله على افضل فريق في اسيا. فقلت حاعمل تكريم وحكرم بعض لاعبي نادي الاتحاد اللي خدموا نادي الاتحاد في الفترة هذا، وايضا حكرم لعيبه من اللي خدموا الكرة السعودية كثير. وطبعا خير من خدم الكرة السعودية هو ماجد عبد الله، انا في وجهة نظري الشخصية كلاعب طبعا. طيب يعني لا زلت الى الان انت عند وعدك بانه متى ما اتفقت لجنة تكريم ماجد عبد الله، متى ما اتفقت أن تتكفل بالمال؟ أنا عندي وعدي ولا زلت لأنه البعض فسر أنه أبو ثامر أنه خلاص تراجع على الموضوع، أنا وضع موضوع تكريم اللاعبين بديل للاعتزال. لا أنا لا زلت عند وعدي، وأنا قلت هذا التكريم مفصول تماما عن مباراة اعتزال ماجد. متى ما رأى ماجد أنه يقيم مباراة اعتزاله، وأنا بقولها وأكدها عبر الإخبارية كمان أنه أنا في أي وقت ماجد ما عليه الاختيار الفريق ومفاوضات، حتى لو يبغى احنا نفاوض له الفريق ما عندنا اي مانع. يعني هذه زياده الان انه ممكن انتم تفاوضوا له اي فريق يبغى. طيب جميل. يعني الان الكره في ملعب الامير فيصل بن عبد الرحمن، رئيس نادي النصر اللي هو طبعا رئيس لجنه اعتزال ماجد عبد الله حاليا، انه ابو ثامر يتكفل بجميع الامور الماديه، وايضا حتى لو المفاوضات لو استدعت الامور. طيب نقفل هذا الموضوع.